مجاهد، مثل ما ذكرت أنا اليوم ضيفي ضيف مميز وقدير في مجاله طبعا، أفضل نحات وفنان للنحت في الوطن العربي والعالم لعام 2021. أرحب فيه الأستاذ نبيل نجدي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، يا مرحبا وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ نبيل، يعني ما شاء الله حضرتك 40 عام أو أكثر من 40 عام في مجال النحت والمنحوتات الخارجية، ونقدر المجسمات الخارجية. نعم الحمد لله، يعني هذه خبرة 48 سنة. ما شاء هذه الله. عصارة السنين نقف الآن إحنا خلفها. هي عبارة عن إبداعات جمالية للميادين ولجعل الإنسان يعني يتذوقها بصريا ويستمتع ويتمتع بهذه الأعمال. جميل. هذه العصارة ولله الحمد هي يعني من خلال الخبرة أصبحنا ولله الحمد لنا الإمكانية في تكوين أعمال جمالية للميادين، للفنادق، للقصور، لأي أماكن جمالية، وذلك لنبع وإعطاء للمتلقي نوع من المتعة والتذوق البصري. فعلا احنا اليوم بنشوف اكيد المجسمات معانا على الهواء، واحنا صرنا بنشوف، صار عندنا وعي اكبر انه بنشوف معارض مفتوحه، مثل عندنا في الكورنيش، في ينبع وغيرها طبعا من الاماكن السياحيه والعامه اللي بتعرض اعمال لفنانين كمجسمات. فعلا احنا بنغذي نفسنا بصريا. ايش كمان ممكن نستفيد من وجود هذه الاعمال طول ما انت ماشي رايح من عملك راجع لبيتك وهكذا؟ هذا التذوق عبارة عن ثروة للإنسان يستطيع من خلالها، من كثر الملاحظات والمشاهدات، أن يبدع هو الآخر كمان نعم. ويتذوق. هذه أيضا كمان وجودها ثروة للبلد، ثروة للاقتصاد، لأنها ذات قيمة عالية. الآن هي قيمة جمالية وقيمة مالية. فالأعمال اللي بتشوفوها في الشوارع هذه ترى لها أعمال، لها قيمة مالية ولها قيمة جمالية، وهذا ينعكس على الفرد في المجتمع. لهذا تجديها متناثرة في جميع مناطق المملكة ولله الحمد الأيام هذه، لرفع التذوق عند المشاهد اللي يشاهدها، وخاصة نتمنى حتى الأطفال أن يستمتعوا بها ويتغذوا بها بصريا، ويعملوا في المدارس الأفكار على أفضل تساعدهم على قدرة إخراج الإبداع الجمالي في إنتاجهم. نعم، جميل. أستاذ نبيل، حضرتك ملهم بحروف اللغة العربية في مجسماتك. هي هذه في الفترة الأخيرة وجدت أن الاستمتاع والمتعة في الحرف العربي وتكويناته وجماله. لهذا يعني لي الآن حوالي 14 سنة اتجهت هذا الاتجاه اللي يصل إلى المتلقي ويستمتع المتلقي فيه كمان. مم. نعم. أكيد. اليوم بنتكلم عن مجسمات ممكن تكون في الخارج، بتتعرض لشمس حارة، لهواء، لمطر، لغيرها من عوامل الجو. يعني كيف الفنان يحافظ على مجسمه في من يعني إنه من ضمن الغبرة وكذا؟ سؤال جميل، نعم. سؤال جميل جدا. احنا واحنا بنشتغل بنحط في بالنا العوامل الطبيعية مم. وقديش يكون دومية العمل الفني هذا. طبعا بنستخدم مواد يعني من السنستيل، من الحديد، من الرخام، نستخدم عدة أشغال من الخشب. طبعا الأشياء اللي تكون مدتها قصيرة نستبعدها في العمل. لهذا تجد الأعمال متناثرة من النحاس، ممكن مم. يعني الأعمال النحاسية لها قيمة أعلى كمان طيب من. لما نتكلم أستاذ نبيل إنه جدة يعني رطوبة، شمس، غير مثلا أبها، غير يعني جو لطيف، فهل المجسم حسب المدينة كمان اللي تعرض فيه؟ أصبحت المواد الكيماوية متوفرة بكثير، حلو. معالجة جدا للأشياء هذه، معالجة للحديد، معالجة للرطوبة، في أنواع أخرى زي السان ستيل معالج كمان لدرجة أنه يتحمل رطوبة عالية جدا. أصبح الآن الخامات متوفرة، وأصبحت المواد التكنولوجية ولله الحمد متوفرة، لأنه المصانع الآن بتنتج لنا خامة تساعدنا في إظهار أعمالنا لمدة طويلة في الحياة. المحافظة عليه. نعم. أستاذ نبيل، وأنت قامة في هذا المجال، وإحنا طبعا أنت بتعلمنا كيف نتذوق الفن. لما نشوف مجسم كيف نحكم عليه، كيف نحكم على هي جودته؟ حالة هي حالة نفسية مم. عند المتلقي حلو. للعمل. مم.
فحالته النفسية تجعله يرى العمل برؤية خاصة. احنا ما نقدر نقول للمتلقي ترى هذا العمل يوحي لكذا كذا، ننتظره هو ماذا يستنتج من هذا العمل، وإذا استنتج حاجة جميلة جدا معناته هو نفسيا يتقبل هذه الأعمال، وإذا رأى برؤية أخرى فعنده حالة نفسية يجب أن كان تعالج كمان عن طريق الطب النفسي. وتزعل لو أحد مثلا فسر العمل بطريقة مثلا غير جيدة؟ أبدا، لأنه هي حالة سيكولوجية عنده، فما أقدر أنا أحكم عليه هو، أنا أحكم من الرؤية العامة للمتلقيين العامين، إيش رؤيتهم وإيش تعليقهم في الأعمال هذه. جميل. حضرتك مشارك مو بس في جدة ولا فقط في المملكة، مجسماتك وأعمالك على مستوى العالم يتم عرضها. الحمد لله، أنا يعني لي 48 عام في الميدان هذا، فشهرتي داخليا وخارجيا ولله الحمد، ومشاركاتي في المعارض الداخلية والدولية، وأحمد الله أنني يعني وصلت إلى هذه الدرجة وإلى هذه التقنية. أقرب عمل لقلبك اللي احنا خلفه الآن. ما شاء الله، جميل. نعم. ايش تعبيرك من خلال هذا العمل؟ هذا الفانوس. هو يعني مصباح، والمصباح كالزجاجة، الزجاجة توقد من ايش؟ من الزيت. انا بعمل شكل المصباح، والشجرة اللي يخرج منها الزيتون اللي هي يخرج منها الزيت الحروف العربية. جميل. والكون حاطه في النص اللي هو الكرة الأرضية. جميل جميل، يديك العافية. شكرا لك أستاذ نبيل وعلى وقتك، شكرا لكم أنتم، شكرا لكم ولمتابعاتكم للأعمال الجمالية هذه من أجل تجعل المواطن في المملكة العربية السعودية يتذوق التذوق البصري المميز. يديك العافية، شكرا لك. وجميل طبعا احنا لما نشوف رأي الفنان أو شرحه لعمله كيف أنه يدمج ما بين عناصر كثيرة ويظهرها لنا برؤيته الخاصة طبعا. هذا ما لدي هنا من جدة، عودة لك مجاهد. يعطيك